بسم الله الرحمن الرحيم. انت كمبتدئ تحط تحتها 3 4 خطوط عاوز تتعلم هاكر. انا النهارده جايب لك موقع هتقدر من خلاله تتعلم الهاكر الاخلاقي بدون ما تلجأ لكورسات مدفوعه، بدون ما تدفع فلوس، بدون حاجات كتير جدا، بدون ما تنزل حاجات عندك. الموقع بصراحه حرفيا ممتع، بمعنى الكلمه ممتع. يعني انت تقدر تشوف الثغره، مثلا اختراق المواقع، اختراق التطبيقات الويب، اختراق الاكونتات، ازاي اقدر اعمل اس كيو ال ثغرات، ازاي الاكس اكس بي تتنفذ. كل الثغرات دي انت كمبتدئ هتقدر من خلال السايت ده يا شباب ان انت تكتشف ثغره بنفسك، تتعلم انفورميشن سكيورتي بدون ما تلجأ لاي كورسات مدفوعه. يلا بينا يا شباب على الشرح على طول. طيب اول حاجه هنخش على جوجل كروم او اي متصفح عندك، ما بعملش دعايه لجوجل كروم على فكره. هنضغط نخش على جوجل كروم، نكتب هاكس بلينك، نضغط على انتر. حتى انت شباب يعني عايز اقول لك على حاجه، لو انت شخص مش حابب مثلا تتعلم الكلام ده، فالكلام ده مفروض عليك اللي انت تتعلمه. ازاي مفروض عليك؟ يعني احنا النهارده لازم يبقى عندنا حتى لو حاجه ضعيفه جدا في السكيورتي عشان نقدر نأمن نفسنا. احنا النهارده مخترقين من كل مكان يا شباب، انت ممكن انت ونايم على السرير بتاعك انت مخترق. المهم يلا بينا نخش في الشرح. طيب اول ما نخش على الموقع بننزل تحت. طبعا زي ما انتم شايفين التدريب الامن المتطورين، شاهد في العمل ومش عارف ايه. الموقع ده حرفيا انا قعدت 48 ساعه تقريبا متواصله ما طلعتش. نيجي هنا يا شباب، ننزل بقى. اهم ثواني كده اسال لكم بس معلش. هنضغط هنا على قم بجوله، تمام، وننزل نشوف بقى انت عايز تتعلم ايه في ايه في ايه في ايه في ايه. شوف بحر من المعلومات، محيط من المعلومات يا شباب، مش بحر بس. شوف كل دي معلومات، انت تنفيذ الاوامر، اجتياز الدليل، الحقن الاس كيو ال، يعني الحاجات دي عارفك ان انت عارفها، دي مش ثغرة يعني، دي حاجة بسيطة وتستفها. طيب انت عايز تتعلم ايه؟ مثلا تصميم غير امن، ازاي التبعية السامة، يعني تعمل تفهمني يعني بايلوت والكلام من ده. انتحال البريد الالكتروني، ازاي تخترق، ازاي تعمل هجمات رفض الخدمة يعني دوس اتاك، ازاي تعمل تسجيل دخول، ازاي تتجاوز المخزن المؤقت، ازاي تزوير الطلب من جاي، يعني انت توهم الخادم ان انت مثلا مارك ايا كان. تصميم غير امن، تسرق التصميم بتاع المواقع. تضمن البرامج النصية، تنفيذ التعليمات البرمجية عن بعد اللي هو خش اضرب. الحقن، التلوث، النموذج، الكلام ده شباب مش هقول لك ان انت لازم تكون مبرمج، يعني انت ممكن من غير اي حاجة تتعلمه، لان حاجات يعني سهلة وبسيطة وسهل ان انت تتعلمها. زي ما قلت لك اتصال غير مشفر، بريد الكتروني، مش عارف جلسات. طب مثلا انا دلوقتي عايز اخترق موقع. ايه عايز تخترق موقع؟ اهو اختراق تطبيقات الويب الحقيقيه زي مثلا 1 اكس بي، اي تطبيقات من غير ما دون ما نروج لاي تطبيق. وليكن عايزين نعرف ازاي نعرف الضعف في الموقع، ازاي اكتشف ثغرات الضعف. عادي مثلا اس كيو ال دي حاجه بسيطه جدا اقولها لك. مثلا هتيجي ندوس كده، ابدأ. كل دي سبب الدروس اللي انت هتعلمها، هتدوس عليها، هتخش عليها. وليكن هذا التطبيق الضعيف الذي سنحاوله اختراقه بهجوم الحقن. ماشي يا عم، هنخترق بنك بالحقن، جميل. ده لو مش موجود طبعا الحاجات دي في الحياة. نيجي مثلا نضغط هل انت التطبيق، هيقول لك حط البريد ده، هتاخد البريد. انت طبعا يا شباب هتعوم في بحر المعلومات هنا وتتعلم كمبتدئ. كايه؟ كمبتدئ، وبنوه على كلمة كمبتدئ.